أنا جاية بقى النهاردة أرجعكم لأيام زمان، الطريقة اللي كان لا يعلى عليها في الطعم والريحة. حاجة كده تحفة معانا شغال في كل المناسبات. الكسكسي على طريقة زمان، طريقة جدتي وجدتك وأمي وأمك، اللي كان لا يعلى عليه مهما يطلع من اختراعات وترندات. تبقى الطريقة دي هي الأصل اللي أنا ما بقتنعش غير بيها. يلا نصلي على الرسول نشوف هنعمله ازاي. أول حاجة بقى بيجيبي طبق كده كبير محترم أعرف أقلب فيه، وأعاير كيلو من الدقيق متعدد الاغراض او سايب، مفيش اي مشكله، اتنين شغالين معايا اللي هو في الاكياس الجاهز يعني، بس اهم حاجه نخليه. عايري بقى كوبايه ميه من الحنفيه بكوبايه الشاي العاديه، مليها على الاخر، وضيفي فيها نص معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره مليانه من السكر ودوبي. كله يدوب. هبدا بقى انزل شويه بشويه بالايد، والايد التانية اقلب الدقيق مع الميه زي ما انا بعمل كده. دي بقى الطريقه الصح والاصليه لاحلى كسكسي هتاكليه في حياتك، طريقه زمان لا يعلى عليها. هبدا بقى افرك كده ما بين ايدي واشرب كل الدقيق بالميه لحد ما يكون كده عامل زي الرمله المبلوله. هقرب لك الكاميرا عشان لو مره تعمليه تكوني عارفه شكله. ده الشكل بعد ما فركت كده الدقيق بالميه وشعره الملح وشعره السكر. عندك بقى غربال زي بتاع زمان، هتضيفي تحتيه طبق وتبداي تاخدي شويه بشويه وتغربلي. طبعا الكبه دلوقتي سهلت علينا، انا الحقيقه مش عندي الغربال ده. جبت بقى الكبه وهضيف كده الكسكسي على دفعات. الكميه دي عملتها على 3 دفعات، انا مش عاوزه ضرب متواصل، انا عاوزه ضرب متقطع. اضغط كده وارفع ايدي حوالي 4 5 مرات. جبت بقى المصفى الالومنيوم، يفضل تكون كبيره، والشاشه البيضاء النظيفه، وهبدا انزل باول شويه عملتهم من الكسكسي. شايفين الشكل؟ تحفه جدا. ركزي معايا، الموضوع سهل وبسيط، بس انا بقول لك ركزي للناس اللي اول مره تعمله والبنانيت الصغيرين اللي حابه تجرب وتعمل. طبعا ما شاء الله كيلو الدقيق هيعمل كميه محترمه، ولو نص كيلو كمان. خلصت بقى الكميه كلها، واقفل الشاشه كده كويس قوي، وافردي كده الكسكسي وزعيه في الشاشه وقفلي كويس. وكنت سايبه على البوتاجاز حله ميه لحد نصها كده، وبعد كده اكمر بقطعه فويل. لازم قبل ما تضيفي غطا الحله عشان اكتم البخار فيستوي معاكي. هيقعد اول حاجه نص ساعه، بس قفلي كويس بقطعه الفويل. اوعي تستغني عن الموضوع ده عشان يستوي مظبوط. بعد بقى اول نص ساعه هبدا افتح عليه، وتعالوا بقى نشوف الاخبار ما شاء الله هو دخل في السوا. لسه طبعا هنسويه للمره التانيه، بس انا حبيت اوريكم كل المراحل. وده بقى شكله، وتعالوا بقى نشوف الخطوه اللي بعد كده. هبدا بقى افضي الكميه كلها في نفس الطبق. خدي بالك طبعا بيكون مولع. هفرطه كده بالمعلقه، وبنفس الكوبايه كوبايه الشاي العاديه هنعاير تاني حوالي كده من نص كوبايه لكوبايه الا ربع من الميه، وبرده تضيفيها كده على دفعات مع التقليب المستمر بالمعلقه لحد بس ما يهدى شويه وايدك تتحمله. هبدا افركه بايدي تاني بالميه. شايفين بقى الخطوات سهلة جدا جدا، مش هسيبلك ولا تفصيلة، هيطلع معاكي 10/10. أنا ضفت حوالي كوباية إلا ربع من المية تاني وفركته كده، وهبدأ أضربه آخر مرة في الكبة برضو بنفس الطريقة. مش هنضربه غير مرتين في الكبة. ونقفل كده كويس جدا جدا. وكنت سايبه الحله على نار بس كملتها ميه وغطيت عليها تغلي عشان انجز في الوقت. ونكمر للمره التانيه. هيقعد قد ايه تاني؟ يعني حوالي نص ساعه كمان و10 دقايق تاني. انا سبته حوالي كده. ده كان الوقت. ونطلع بقى، وده كان الشكل النهائي بعد ما استوى. طبعا مولع. جايزي لي بقى شويه سمنه بلدي كده حلوين، كنت مسيحه سمنه بلدي وكان عندي زبده صفرا عشان اخد اللون الجميل المصفر ده. عملت ميكس ما بين الاتنين، اي سمنه عندك استخدميها. وكان عندي ازازه صغيره كده من الفانيليا الخام، ودي بتفرق جدا عن الاكياس اللي بتجيب من السوبر ماركت. طبعا الكميه دي ما شاء الله محتاجه الفانيليا الخام يا جماعه، شويه كده وتلاقي الريحه جايبه اخر الدنيا. ضفت كده قد حوالي معلقه صغيره من الفانيليا الخام، وافرك كده السمنه بالفانيليا مع الكسكسي. ما شاء الله تحفه، مفلفل وجميل ومستوي و10/10. دي بقى الطريقه الصح والاصليه زي ما قلت لك. مهما يطلع في اختراعات وترندات، انا ما بقتنعش غير بالطريقه دي، طريقه زمان، طريقه جدتي. احلى كسكسي تاكليه اللي هو بالدقيق وشويه السكر مع المكسرات والزبيب. حابه تضيفي حليب بس يكون دافي مش سخن عشان ما يعجنش منك. ولو الكسكسي سخن هتضيفي الحليب ساقع او بدرجه حراره المطبخ، او حابه تعمليه حادق، يعني زي ما انت عاوزاه. معظمنا بيحبوا بالسكر والمكسرات. شايفين بقى الجمال والفلفله؟ حاجه كده عظمه. كانت ريحته فظيعه. لو حابه تفرزي هتضيفي تقسمي الكميه دي على اكياس وعلى الفريزر على طول، وتطلعي بقى على حسب استخدامك. بس نصيحه مني، اللي هتفرزيه ما تحطيش عليه سمنه ولا فانيليا. فرزيه على كده وطلعيه بقى، ضيفي الحاجات اللي انت عاوزاها. جربوه، مستنيه رايكم فيه، ان شاء الله يعجبكم. باي باي.